بيجي منصة معينة أو حدا معين أو إنسان بده يهاجمنا أو مدري شو، أوكي تصير وبدها تضل تصير، أو بكرة حتصير واللي بعده حتصير، حيضلوا يحكوا. ما أنا يعني أنا ناجح، كتر خير الله، والحمد لله رب العالمين، دعوات الوالدة وفضل من ربنا ومحبتكم موجود، بدهم يحكوا. وأنا مش ناجح بتصنيع الشاي، أنا إنسان ملك الكل، حياتي ملككم وأغنية ملككم، وهذا الشيء للعام. أكيد ناس تعطي رأيها وبدها تحكي، ولا ممكن يوقف هذا الشيء. ركزوا على الحب وركزوا على الحفلات الحلوة اللي عملناها بآخر فترة. شوفوا الجمهور الكويتي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور دبي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور أوروبا وجمهور العراق وجمهور كل بلد فتناه الحمد لله رب العالمين. ناس حبتنا وعملنا شي كتير حلو فني. ومن 3 سنين كنت انا بغرفة عم بفتح معكم لايف، عم لكم مالي قدران اسافر لانه ورائي صعبة، وقلت لكم وعدتكم اني حانشر موسيقتي بكل مكان بالعالم، وعم نحقق هذا الوعد. ليك مقابل وشي معنا جائزة جينيس، اول انسان بتاريخ سوريا بيكسر رقم قياسي عالمي، اول شاب. هذا الشيء هي لوحة جينيس، بس هي شو معناها المعنوي؟ انه في انسان سوري كسر رقم قياسي عالمي. بس هذا الشيء اللي انا بنبسط فيه وبنام مرتاح ضميري اخر الليل. هذا هو المعنى. شو المعنى؟ شو المعنى من اي شيء عم تعمله؟ ليه انا بشرب شاي؟ اوكي الشاي طيب بيروق لي اعصابي. ليه بسمع غنية؟ بسمع غنية لانه انا عايش حالة عاطفية معينة، لاني انا لاجئ وبتعطيني شعور معين، لاني ولا اني هذا. هي ضرورة الموسيقى. الموسيقى لازم تكون حب. ولسه والله ومثل ما وعدكم من 2-3 شهور انه رح حط اسم الشامي على القوائم العالمية ورح ناخد جوائز، ومو لأنا انبسط، لانه في شي جوات قلبي عشته انا ومنبوذ ببلاد اللجوء، بحب اثبته لإلي ولكل العالم انه نحن بنقدر نعمل هيك. انا بقدر اصنع هذا الشيء. والله بشرفك، شو كنت عم ورجيك اليوم ولا امبارح؟ عم ورجيك المعمل اللي كنت بشتغل فيه امبارح. كنت عم ورجيك، ما عم صدق انه هذا الحكي الفيديو عمره مشي، عمره شي 3 سنين. كتر خير الله. نحن اليوم متصدرين دولة بحجم مصر، فيها تقريبا 120 مليون انسان عايش فيها. قدرنا نتصدر انا والاستاذ تامر حسني الاغنية صدارة الاستماع في مصر. يقبرني الله. خليكن هيك بحب، طولت بعرف. يقبرني ربك يا إلي انت. انا بدي اياكن، لانه الفن حساس. في شعرة بين الفن الاستعراضي والفن يلي بلا معنى، وبين الفن يلي كله معاني وكله شيء له هدف ورسالة. ما بدي اياكم تزيحوا عن السبب اللي انوجدنا مشانه. ما بدنا نزيح عن السبب اللي انوجدنا لنعمل فن مشانه، وهذا اللي خلانا نحن الحمد لله رب العالمين مستمرين ومحافظين على نجاحنا. انتوا متحمسين تسمعوا الغنية الجاية؟ اكيد لاني بعمل موسيقى حلوة، بس لانه انتوا عبالكم تعرفوا الشامي شو عم بيقول، لاني بمثلكم وبشبهكم بتشبهوني. ما تفرقوا بين الفن الحقيقي اللي نحن كلياتنا موجودين هون لنسمعه لندعمه، وبين الفن اللي بلا معنى. اوكي فن. ما تفكروا بقعد بحسب الارقام قد ايه مشيت على تيك توك. اوكي ايه بتفيد معنويا اكيد، هذا نجاح على الرقم. اوكي لذيذ جدا. طيب بعدين عندي 30,000 انسان عم خاطبهم من بيتي انا وعم بشرب كاسة شاي بيحبوني. هذا هو النجاح. يوبرني ربكم، هذا اللي حضل امتن فيه كل حياتي. عندي ناس تسمعني بتوثق فيه بتحبني.
واوعكم من تنتبهوا على شغلة، من محبتكم لفنانكم او لفنان معين تهمشوا نجاح اي حدا تاني. بكرة بدها تطلع حالات فنية انا بدي ادعمها وانتو بدكم تدعموه، لأنه شو من كانت هي حالات فنية بتمثل بلد، ممكن بتمثل فئة، ممكن بتطور صناعة الموسيقى ببلادنا وبسوريا تحديدا. ضروري نعرف هذا الشيء. هي المنصات وهي الصفحات وهذا المكان موجود لندعم الفن الحي. وبإذن الله قريبا الجانب الإنساني والدعم الإنساني وتبني الفنانين اللي ممكن يطلعوا، واكتب لهم ولحن لهم وادعمهم وانتج لهم واطلقهم، وحيكون أحب ما على قلبي. أنا بعرف إنه أنا بعدني جديد والحمد لله رب العالمين النجاحات صارت موجودة، بس أنا عبالي إني ساعد المواهب، إني أوقف جنبهم بيوم من الأيام. ودام الكل عم يحكي عنك وانت ما عم تحكي عن حدا، يعني انت منيح، يعني انتم منيح، يعني قبرني ربكم. انتبهوا حالكم، انا كتير بحبكم، جايتنا كتير مفاجآت بترفع الراس، وانتم بتعرفوا اني ولا مرة قلتلكن وما وفيت. خليكن رواق ومبسوطين واسمعوا الفن وانبسطوا فيه وحبوا حنانة الدنيا. بحبكن انا.